إيه أفضل ولاية أنزل عليها في أمريكا؟ بتفكر تعيش في أمريكا أو بتفكر إن أنت تنزل على أنهي ولاية؟ فالفيديو ده أكيد ليك. السؤال اللي كل الناس بتسأله، أنزل على أنهي ولاية في أمريكا؟ بس خلّيني أقول لك حاجة، ما فيش حد هيجاوبك على السؤال ده صح. أنت لو سألتني أنزل على أنهي ولاية، أنا ممكن أقول لك نيويورك، و90% ممكن أكون ضريتك. أقول لك بقى تعرف إزاي تنزل على أنهي ولاية في أمريكا. أول حاجة لازم نقسّم الناس، واحد معاه ورق، وواحد جاي يعمل ورق. خلّينا نقول اللي معاه ورق ده معاه شهادة ومعاه لغة. خلّينا نقول اللي معاهوش ورق معاه شهادة برضه ومعاه لغة. هل الاتنين ينفع يعيشوا في حتّة واحدة؟ لأ. اللي معاه شهادة ومعاه لغة ومعاه ورق، هو مش مضطر ينزل على حتّة معيّنة عشان يشتغل كاش، عشان هو عنده لغة وعنده شهادة ومعاه الcareer بتاعه، فممكن ينزل على أي ولاية يشتغل في الcareer بتاعه. نيجي بقى للي معاهوش ورق ومعاه شهادة ومعاه لغة، ولا الشهادة ولا اللغة هينفعوه في حاجة، هو بالضبط زي أكنه ولا معاه شهادة ولا معاه لغة ولا معاه ورق. هيتقابلوا مع بعض فين؟ في ولاية يكون فيها عرب. لازم تنزل على ولاية يكون فيها عرب، ومش ولاية، لازم تنزل على city يكون فيها عرب عشان تشتغل على طول أول ما تنزل. لو أنت دكتور هيبقى زيك زي اللي معهوش أي شهادة، لو أنت مهندس زيك زي اللي معهوش أي شهادة، بسبب إن أنت معاكش ورق. أول ما تاخد الwork permit أنت هنا هتفكر أنا أروح على أنهي ولاية. أول ما تاخد أول ورقة ينفع فيها تعمل communication مع الأجانب وتقدم على شركات، أنت هنا هتقول لو أنا مثلًا مهندس construction هاروح على تكساس عشان عندهم construction كتير، فهاروح هالاقي شغل على طول. أنت لو سألتني قُلت لي أنا مهندس construction أروح على فين؟ هاقول لك على تكساس. هل أنا ضريتك؟ آه ضريتك، عشان أنت ما كانش معاك ورق. أنا باكلمك في أول سنتين مهمين جدًا إن أنت تبتدي فيهم في أمريكا، فما تسألش السؤال ده وأنت برّه، السؤال ده بيتسأل لمّا تخش جوّه. أنت اللي بتقرر تروح فين حسب شهادتك وحسب الcareer بتاعك،